وبعد اكتر من سنتين من صناعه المحتوى اشتريت اول كاميرا في حياتي. ده انا بقالي سنين مستنيها ومستني اللحظه دي. يا ابني انزل بالانترو. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه الخير، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو تاني ومعكم الهامي. سنه 2014 شفت فيديو كوميدي، بصراحه اتجننت وانبهرت جدا لما شفت الفيديو ده. ازاي تطلع شخصين في نفس الكادر بشخصيات مختلفه باداء مختلف بيتناول قضيه معينه في اطار سكتش كوميدي. انبهرت جدا وكان نفسي ان انا يعني اعمل حاجه زي كده، وبالفعل قلدت نفس الفيديو ده بالظبط وانا في 6 ابتدائي. ودي كانت البدايه في عمايلي للفيديوهات. من 2014 بقى ل 2019 بفكر في صناعه المحتوى. بصراحه كان نفسي ان انا اقدم محتوى، بس يعني تفكير بس بدون اتخاذ خطوه جديه. سنه 2019 و2020 بدأ الوضع يختلف شويه. بديت بصراحه افكر بشكل جدي ان انا ابدا في صناعه المحتوى، بس مش عارف هقدم ايه ولا فين ولا ازاي ولا امتى وايه المحتوى اصلا اللي انا هقدمه. وبالفعل كنت بصور فيديوهات بس ما كنتش برفعها بصراحه. يعني ساعات كنت بحاول انا افلوج وامسك مثلا السيلف سيك اللي كنت شاريها قبل كده، بحاول افلوج فاهم، بس يعني مش عارف احطه في اطار فيديو. بس يعني كنت بحاول. مثلا شفت شبكه عنكبوت قبل كده، فعملت لها زي ما بتقول كده فلوج بتكلم فيه، بقول مش عارف شايفين بقى الشبكه دي ومش عارف وكذا كذا فاهم، يعني بلوجر وبتاع. في شهر 7 في 2021 خدت اول خطوه ونزلت اول ستوري على انستجرام، اعتراف بشكل رسمي ان انا هبدا في صناعه المحتوى من اللحظه دي. وبعدين رحت منزل فيديو على اليوتيوب بنقدم فيها القناه وايه اللي احنا هنقدمه في المستقبل. من شهر 7 في 2021 حتى وقتنا الحاضر 22/11/2023 تاريخ تصوير الفيديو ده، عملت اكتر من 300 فيديوهات تقنيه وتوتوريالز وشروحات وفيديوهات كوميديه، سكتشات كوميدي، وعملنا فلوجز وعملنا فيديوهات متنوعه. في اول سنتين كنت بجرب عشان اعرف انا هقدم ايه الحاجات اللي انا بعرف اقدمها، الحاجات اللي انا ما بعرفش اقدمها. الفيديوهات كانت حرفيا عبثيه، يعني حرفيا في فيديوهات كتيره جدا عملتها انا مش عارف انا عملتها ليه، مفيش هدف من الفيديو. يعني عندك مثلا قطه ماشيه في الشارع اصورها واعمل لها فيديو، كلب نايم في الشارع او مصور عامل فيديو، اي مشكله تحصل في حياتي اعمل لها فيديو برضه. الموضوع وصل لمرحله من العبثيه. راكب الميكروباص قبل كده وكان في راجل قاعد قدامي، صباعه ده كان كله في مناخيره، وانا قاعد مش على بعض بصراحه وعايز ارجع. كانت رده فعلي، طلعت التليفون وصورت فيديو. دلوقتي ثبتنا على الفيديوهات التقنيه، الفيديوهات الكوميديه اللي هي السكتشات الكوميدي والفلوجز. دي اكتر 3 حاجات بصراحه انا بحب اقدمها، والحمد لله دلوقتي عملت فيديوهات كتيره جدا جابت ارقام بال100,000 والربع مليون ونص مليون مليون واثنين وثلاثة واربعة. فكان بقى بعد الارقام اللي جبناها دي كان لابد ان احنا نشتري كاميرا. طيب اشمعنى بقى انا جبت الكانون 250 دي؟ هو بصراحه ما كانش فيه غير كاميرتين قدامي، الكانون 250 دي والام 50. فقعدت اقارن بينهم، توصلت في النهايه ان انت عشان تجيب دي كده محتاج تشتري بطاريات ومحتاج تشتري الماونت اللي بيركب على الكاميرا. الماونت ده لوحده تقريبا عامل 2000 ولا عامل 4000 دلوقتي. العدسات بتاعت ام 50 نوعيه اللي هي الميرورز اللي هي بتدرج تحتها الام 50 اسعارها غاليه، فبالتالي قلت على ايه كل ده؟ طب ما عندك ال 250 دي البطاريه عمرها طويل، في نفس الوقت الماونت بيركب عليه كل الكاميرات كانون، طب مجرد انك تجيبها وتشغلها وتحط كارت الميموري، يلا يا ابو الحاج صور نطط وتشقلب واعمل اللي انت عايزه. ودلوقتي حان وقت الانبوكسنج ونشارك اللحظات دي معاكم عشان هي لحظات تاريخيه وان شاء الله هنفتكرها في المستقبل. يعني بعد 3-4 سنين ربنا يكرمنا كده فاهم، ما اعرفش هنبقى فين ساعتها بقى ان شاء الله. هيكون معانا بصراحه نعين عليها اللي هي السوني اسمها ايه؟ اللي هي السوني A7R. كاميرا حرفيا ثمنها 150,000 جنيه دي الكاميرا لوحدها، لكن اللينسات بقى انت بتتكلم تبدا بسم الله الرحمن الرحيم 40,000 و60,000. انت متخيل ارقام مرعبه؟ يعني حرفيا انا لو رحت قلت للحاج انا هشتري كاميرا بالسعر ده هيحصل له حاجه ويحصل لنا كمان حاجه ويحصل لنا كلنا حاجات. خلينا دلوقتي نخش على فقره الانبوكسنج. اول انبوكسنج هعمله في حياتي، حتى انا فاهم مش متعود على الكلمه. طبعا هذه هي الكاميرا بالظبط، هي دي. بسم الله، هي احلى صوت سمعته في حياتي. طبعا هنا البوك بتاع كانون بتاع اللي محدش بيقراه ده مالناش دعوه بيه، والضمان بتاع كانون في المفروض هو 2 سنين ضمان. لو هتشتري كاميرا اوعى تضيعه. كنت هرميه بس واحد صاحبي قال لي لا ده مهم جدا عشان تفعل بيه الضمان وكده، يعني كنت هرمي الضمان. ودي ما اعرفش دي ايه دي الصراحه، بس هنخليها دي بقى. هو بيقول لك يعني ان انت بتنقل الداتا مش عارف ايه. يلا بينا بقى اللحظه التاريخيه. بسم الله. نفتكر الانبوكسنج ده بعد سنين ان شاء الله. طيب نفتح كده بادي الكاميرا الاول ونفتح الاول. لا خلي البادي في الاخر. ده الشاحن. كان نفسي عارف انت شعور له، كان نفسي بصراحه ان انا احس هذا الشعور زي ما انت شايف كده. بص كده ده بقى الايه بقى انا بنستكشف بتاع الشاحن الوصله. يعني نشحن الشاحن ازاي؟ لازم بالوصله فاهم، يعني بديهيات. دي بديهيات ابو الملايين، بديهيات واحد لسه شاري كاميرا فاهم، لا يفقه اي حاجه عن الكاميرات فشاري كاميرا. بيقول لك عايز اشتري كاميرا سوني ب 150,000. هتهيس يا عم، انت بتستكشف محتويات الكاميرا لسه. صحيح كده ما علينا. دي بقى دي بقى ايه ده؟ دي بقى صاحبي اللي هي ايه بقى ليه ما تكسفناش يا اخي، اقول لهم اي حاجه. دي يا عم البطاريه يا عمي. ايوه البطاريه فاهم، البطاريه بتاعت الكاميرا. بص حركات بقى والهيكي ميكي، والبطاريه التكتيكي بعد كده بتعمل بس كده انبوكسنج اي حاجه في اي حته. سهم هنا اهو، والسهم الثاني اللي هو ده. ثم انت حاطط بقى كده يا باشا بس كده تشحن بقى براحتك. دي بقى الكيت لينس او اللينس اللي هي 1855 التعبانه الميته. عين انت فاهم. دي الكيت لينز انت شايف كده. ايوه ده ايه ده يا عم؟ ده كيس سندوتشات ده ولا ايه؟ كانون لو انت بتتفرج عليها كانون اعذريني لسه مبتدئين في مجال الكاميرات. يا عيني يا عيني يا عيني. اوبا ولا بص كده
دايما امسك الكاميرات من عند الناس، لكن حوار ان الكاميرا تبقى بتاعتي ده حوار جديد. بص كده 18 55 تمام. هنا بقى تفتح عشان تركبها تمام. نفتح بقى اللينس. بص يا صاحبي هي دي فخامه تحفه. الستراب يعني انا ايه، عشان انا اتعلم انجلش فتلاقي العربي بتاعي مكسر شويه، واخد بالك؟ طول عمري نفسي اشتري كاميرا عشان البتاع ده، عايز امسك الكاميرا كده والفها حوالين ايدي وماسك الكاميرا بيها، يعني فوتوغرافر بقى وبتاع مش عارف ايه. اهو الستراب بتاع الكاميرا كانون. اها الستراب بتاع كانون. والله الخامات اندر ريتد، خامات لطيفه. البادي بتاع الكاميرا. نجيب بقى الايه البادي بتاع الكاميرا. ما بيفرقعش البتاع ده، مضروب مش حقيقه، مضروب مش عاجبني. بسم الله. هو 1000 بص يا صاحبي ده نرميه مش عايزينه. ايوه هي دي 250 دي. ده طبعا من ورا فاهم. فليب سكرين زي ما قلنا عشان لما تصور نفسك تكون الفليب سكرين دي فاهم كده، نشوف نفسي وانا بصور ونطلع بجوده محترمه. والازرار من فوق اتمنى تكون باينه. نركب اللينس ونركب اللينس الجميله. الماونت اهو، سنسور اهو فاهم، شايف السنسور. تجيب بقى النقطه البيضاء على البيضاء وتلف كده حتى ما تسمع صوت التكه. اسمع كده، سمعت صوت التكه كده معناها ان الكاميرا اتقفلت. وكده رسميا بقى معانا اول كاميرا اشتريتها في حياتي، ال 250 دي، وعملنا اول انبوكسنج بنجاح الحمد لله. بصوا بقى الحركات. هنا في طبعا البوب فلاش ولا البوبا فلاش، طبعا ملوش اي تاتا لازمه، يعني حرفيا ملوش اي استخدامات. هذا الشيء ملوش اي لازمه. المخارج بتاعته تمام. هنا بقى فتحه المايك. بص كده اتمنى تكونوا شايفين، والله مش شايف، انا بصور ايفون 6 فالجوده بذمه الله. والله ما عارف ازاي افتح البطاريه عشان احطها. البطاريه بتتحط ازاي يا جدعان؟ ماشي افتح. الباب هيتكسر يا جدعان. بتفتحوه ازاي ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. دقيقه وراجع تاني. انا حرفيا قفلت تصوير ورحت اشوف حوار البطاريه ازاي بتتفتح. والله باب البطاريه ده ازاي بيتفتح، الموضوع بسيط والله، بس انا ما عنديش ضوافر. هو الموضوع بكل بساطه انت بتعمل كده وتفتح كده يفتح معاك البطاريه. والله رحت فتحت توتوريال كتاب طريقه تركيب بطاريه كاميرا كانون 250 دي، والله العظيم لقيت واحد هندي فاهم يعلمنا ازاي، عشان بس الناس اللي هم الله حكايتهم زي. هتجيب البطاريه عامل حاج وتحطها هنا كده وتسمع صوت التكه. لازم صوت التكه، صوت التكه. في بقى الميموري لطيف سان ديسك، ولكن دي ب 600 جنيه. دي ب 600 جنيه يا جدعان. لا انا فهمت دلوقتي هم ليه بيعملوا كده فاهم، حوار الفوكس وكده فاهم. دي ب 600 خلاص يا عم عرفنا. نفس 600 عرفنا ولا ايه؟ عرفنا. وبس يا جدعان هي دي الكاميرا بتاعتنا دلوقتي اللي هي ال 250 دي. مكيفين اول حركه دي مريحه في المسك. لا هي مريحه في المسك. نقدم حاجات تليق بيكم ان شاء الله، نطلع بجوده محترمه ان شاء الله. ترقبونا في الحاجات اللي جايه. طيب خليني صريح معاكم، انا جايب الكاميرا دي اتعلم عليها تصوير، يعني نستغنى عن التليفون وننقل بقى للمانوال ونتعلم بقى الغيزو والشطر وفتحه العدسه فاهم، ونظبط اعدادات الكاميرا بنفسنا ونحاول نطلع بجوده افضل وافضل من تصوير التليفون. نعلى بالليفل بقى. احنا عايزين نطور ولا نبدا في نفس المستوى؟ لا ما اعرفش بصراحه امتى هنوصل لليفل اللي احنا نشتري فيه سوني A7R. انا متيقن ومتاكد ان شاء الله ان احنا في يوم من الايام هنوصل للحظه دي ونشتري ونعمل لها انبوكسنج كمان وفيديو، بس اكيد هيبقى في سيت اب جديد بقى ما اعرفش هيبقى فين. لازم تاخد السلم من اوله عشان توصل للسوني. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. وده الانستجرام والفيس بتوعي. تشرفني وتنورني متابعتكم يا اصحاب الوجوه السينمائيه. بننزل فيديوهات تقنيه، سكتشات كوميدي وفلوجز وحاجات كتيره جدا بننزلها على الانستجرام. كان معاكم الهامي ونشوفكم في فيديو ثاني. احنا حاليا تعداد الفولورز اللي عندي من 100,000 ل 150,000. انا بالنسبه لي احنا عيله اسمها عيله الوجوه السينمائيه. انت لازم تنضم لعيله الوجوه السينمائيه عشان تبقى وجه سينمائي. ما تنساش تعمل سبسكرايب وفولو على الانستجرام.